لما تتفرج على اعلان مسلسل بطل العالم، في ناس هتقولك ان بطل العالم ده المقصود بيه شخصية عصام عمر، وفي ناس تانية هيقولك لا، بطل العالم هي جيهان الشماشرجي بطل. لكن الحقيقة ان بطل العالم لا هي جيهان الشماشرجي ولا هو عصام عمر، هو المقصود بيه تامر الجيار القدوة. وزي ما البتنجان خد البرجر في حتة تانية، البتنجان اخد البرجر في حتة تانية، فتامر الجيار ظهوره خد اعلان المسلسل في حتة تالتة. بس والله حركة صايعة من صناع مسلسل بطل العالم، ان المسلسل محشور قبل رمضان، الناس ممكن ما تسمعش عنه ولا تحس بيه في هوجة اعلانات مسلسلات رمضان، فنروح نجيب الجيار بس عشان نعمل بيه دعاية على السوشيال ميديا. ما عرفتكش انا بقى. مسلسل بطل العالم بطولة عصام عمر، فتحي عبد الوهاب، جيهان الشماشرجي، احمد عبد الحميد، محمد لطفي، والنجم تامر الجيار. وبالمناسبة النجم دي مش انا اللي قلتها، ده عصام عمر هو اللي كتب بوست مخصوص بيقول عليه نجم. المسلسل هو احدث المسلسلات او اخر المسلسلات اللي هتنزل قبل شهر رمضان، المفروض انه هيبتدي يتعرض يوم 18 يناير، وهو من انتاجات منصة يانجو بلاي اللي هم كانوا عاملين ورد وشوكولاتة. قصة المسلسل باختصار، بطل افريقيا في الملاكمة بس خسر بطولة العالم، فالدنيا بتتدهور بيه وبيضطر انه يبتدي يعمل فيديوهات على التيك توك دعايه لنفسه، ان انا يا جماعه هشتغل بادي جارد. بتجيله بقى جيهان الشماشرجي اللي هي بتعمل شخصيه دنيا، بتلجأ له لان هي ميراث ابوها راح واتسرق، وفي واحد اسمه محروق اللي هو فتحي عبد الوهاب ده عامل لها قلق، فعصام عمر وجيهان الشماشرجي بيبتدوا الرحله بتاعتهم عشان يرجعوا الثروه او ميراث المفقود ده. ففي نفس الوقت البطل يكتشف نفسه ويكتشف قد ايه ان هو قوي، ويكتشف حب حياته اللي هي جيهان الشماشرجي. القصه دي بالنسبه لي هي اول حاجه تشدني في المسلسل، مش عشان احداث القصه اللي انا قلتها، يعني احداث القصه هي احداث منطقيه جدا، واحد الدنيا جايه عليه هيقابل واحده يحبها يكتشف انه قوي، هي قصه محلوبه كتير جدا. لكن المميز هنا بالنسبه لي الخط بتاع الملاكمه او بتاع بطل الملاكمه، وبرده مش هقول الملاكمه نفسها لان دي مثلا اتقدمت في حلم العمر بتاع حماده هلال، لكن فكره ان احنا بقالنا فتره بنسمع عن ابطال في الرياضات، ان كان مصارعه اذا كان ملاكمه، ويبقى بطل واخد بطولات عالميه، بس لما يقعد في مصر ما يلاقيش شغل او ما يلاقيش حاجه او الدنيا تتدحضر بيه. فالفكره دي انا ما شفتهاش اتقدمت قبل كده لا في فيلم ولا في مسلسل. لو اتقدمت ولو المسلسل ركز عليها دي بالنسبه لي هتبقى فكره جديده جدا، واعتقد ان هم هيروحوا للمنطقه دي. ان مثلا انا شفت لقطه في الاعلان عصام عمر واضح انه بيكلم مش عارف بقى ده المدرب بتاعه او حد يعني في الشغلانه، بيقول له 2200 جنيه نصهم خصومات. فلو المسلسل هيعالج او هيتكلم في الفكره بتاعت معاناه الرياضيين اللي عندهم بطولات بس للاسف احنا بنهملهم، بيضطروا يشتغلوا حاجات معينه او يطلعوا على التيك توك، دي بالنسبه لي هتبقى فكره جديده وعظيمه جدا. من اكتر الحاجات اللي تحمسني للفرجه على مسلسل بطل العالم هو كاست التمثيل. صراحه الكاست ده ملفت جدا. اولا لو هتكلم عن عصام عمر، اللي عاجبني هنا ان هو عامل حاجه مختلفه، يعني باين جدا ان هو عامل دور شعبي او في كده لمسه شعبي، ده مختلف تماما عن دوره في فيلم سيكو سيكو، مختلف عن الحاجات اللي هو عملها قبل كده. وبصراحه لما تتفرج على الاعلان واضح ان هو اشتغل على نفسه، واضح ان هو اشتغل على فورمه تليق مع دور الملاكم، واضح كمان ان طريقه تمثيله هنا مختلفه، يعني ده في حدود اللي بان في الاعلان. والاكشن اللي هو عمله بشكل كبير جدا زي ما واضح في الاعلان، واضح انه اكشن كويس، لدرجه ان انا حسيت ان عصام عمر في المسلسل ده هو مركز اكتر في الاكشن من انه يركز في الكوميدي. طبعا لما بتكلم عن كاست تمثيل اكيد لازم اجيب سيره فتحي عبد الوهاب، وعجبني جدا ان هم جايبينه في دور الفيلن اللي هو شخصيه محروق، لان بحس فتحي عبد الوهاب الشر بتاعه شر مميز، ده شر مختلف بهدوء، تحسه فجاه يضحك ضحكه شريره، وفي نفس الوقت يعرف ازاي يكشر، ويعرف ازاي يخليك تخاف منه، ويعرف ازاي يخليك تحبه. يعني انا بحب جدا دوره كشر مثلا في مسلسل المداح، فوجود فتحي عبد الوهاب اعتقد هيضيف كتير جدا للمسلسل. من الناس لازم اتكلم عنهم، واول ما ظهر حسيت ان الراجل ده كان وحشني، هو محمد لطفي. بحس ان محمد لطفي هو التجسيد الحرفي لكلمه الممثل الاندر ريتد، يعني مش واخد حقه. بحس ان هو حد اداؤه كويس جدا، واعتقد ان كمان برضو الكام لقطه اللي ظهر فيهم في المسلسل او في اعلان المسلسل كان اداؤه حلو. وانا فاكر له مثلا ان هو برضو اختفى فتره ورجع بعد كده ظهر في فيلم كان اسمه كباريه، وكان عامل شخصيه حلوه جدا. فده من الناس اللي انا بسببهم منتظر حلقات المسلسل. برضو ما اقدرش ما اتكلمش عن احمد عبد الحميد، لانه احمد عبد الحميد مؤخرا بحس عنده كوميديا مختلفه وكوميديا شبابيه. يعني اولا هو ظهر في سيكو سيكو كان مع عصام عمر وبرضو كان دوره حلو جدا، وكان في مسلسل اسمه ابن النادي اللي هو كان مع احمد فهمي، حتى عملنا عنه حلقه، كان هو من اكتر الناس اللي دمها خفيف، لدرجه يعني من وجهه نظر الشخصيه كان دمه اخف من احمد فهمي اللي هو كان بطل المسلسل. بس بما ان احنا بقى اتكلمنا عن الكوميديا، فخلونا نتكلم عن الكوميديا اللي في المسلسل. كوميديا مسلسل بطل العالم لحد دلوقتي تقلقني، يعني لما تتفرج على البرومو انا ما حسيتش
حسيتش ان في كوميديا جباره، يعني ما حسيتش ان في افيهات صريخ تخليني حاسس ان انا داخل قدام مسلسل كوميدي جدا. دي اول حاجه تقلق. تاني حاجه عصام عمر بقيت بقلق منه شويه في الكوميديا. اي نعم هو عمل سيكو سيكو اللي كان مضحك جدا، بس كان مش لوحده، كان معاه طه دسوقي، لكن رجع بعدها عمل نص الشعب اسمه محمد. مستوى الضحك فيه بالنسبه لي يعني كان اقل بكتير قوي من سيكو سيكو، يمكن هو الاثنين عملهم في نفس الوقت، يعني ده نزل وبعد كده نزل سيكو سيكو. ده غير ان انا وانا بتفرج على اعلان بطل العالم انا حاسس ان طول الاعلان تقريبا دقيقه ونص انتوا مركزين على الاكشن. واضح تمام في شغل اكشن حلو، في مشاهد اكشن او ضرب او ملاكمه حلوه جدا، بس انتوا ركزتوا في ده على حساب الكوميدي. للحظه انا حسيت ان المسلسل ده هو مسلسل رقم 1 اكشن، وبعد كده في شويه كوميديا وفي شويه رومانسيه، مش مسلسل رقم 1 كوميدي. يعني حتى في دلوقتي 5 دقايق يانجو بلاي سربتهم مبرمغين الدنيا على السوشيال ميديا ما بين عصام عمر مشهد كده طويل مع جيهان الشماشيري. مش هقول ان هو مش مضحك، هو لطيف بس مش صريخ ضحك. لو انت بقى هتسرب مشاهد فدي المفروض الحاجات الكوميديه جدا اللي تشدني، فما حسيتش ان ده فيه نسبه ضحك عاليه. بس دايما برجع اقول انه طالما المسلسل ما نزلش منطقه الكوميديا دي تحديدا ما بقدرش احكم عليها، لان دي مسلسلات يعتمد ان انا مش هبيع لك كل الافيهات او مش هحرق لك كل الافيهات في الاول لحد ما تتفرج، فده بقى هيبان لما المسلسل ينزل. لو انا بقى هحتاج ادور فانا هرجع مثلا للمؤلف. المؤلف بتاع المسلسل ده هو هاني سرحان. بصراحه ككوميديا يقلقني شويه، لان كل الحاجات اللي هو الفها هي بعيده تماما عن الكوميديا. يعني هو كان عامل مسلسل اسمه حرب بتاع احمد السقا، مسلسل سوق الكانتو برضو ده ما كانش كوميدي، الاختيار سواء الجزء الثاني او الثالث ده مش كوميدي خالص، وزمان كان في مسلسل اسمه الاب الروحي الجزء الاول والثاني، فهو كتاباته مش كوميديه. ما اعرفش ازاي هنا هيعمل كوميديا، او برضو ده هيبان لما نشوف المسلسل. ايه اللي يطمني شويه اسم المخرج هنا اللي هو عصام عبد الحميد، هو ليه شغل قبل كده كوميدي وليه شغل لايت. يعني هو عمل مسلسلات لايت زي مثلا مسلسل مطعم الحبايب، ما كانش صريخ ضحك بس كان خفيف، وعمل مسلسل سوتس بالعربي، هو ده بالنسبه لي يتصنف خفيف بس انا كنت شايفه ما فيهوش اي ضحك خالص. ككوميديا هو عمل فيلم الغساله، والفيلم ده كان فيه نسبه ضحك عاليه جدا. فيمكن المؤلف لو ما كتبش كوميديا بس المخرج راح لسكه الكوميديا قبل كده مع ابطال لعبوا كوميديا قبل كده، يمكن ده ياخد المسلسل بمنطقه كوميديه حلوه جدا. نيجي بقى عند اهم نقطه في المسلسل اللي عامله جدل على السوشيال ميديا، ظهور تامر الجيار. طيب لو هتكلم كدعايه انا بحسبها من مميزات المسلسل دي، دعايه صايعه جدا توصل ان عصام عمر بطل المسلسل يوم ما يكتب بوست عن المسلسل ما يكتبش عن اي حد، يكتب عن تامر الجيار. فهي كدعايه حلوه وشايف انها جابت نتيجه. يعني في ناس كتير ما كانتش اصلا شافت البرومو، بس لما سمعوا ان تامر الجيار دخلوا يتفرجوا، وفي ناس كتير على السوشيال ميديا بيكتبوا احنا هنتفرج عشان نشوف تامر الجيار. وبشكل شخصي انا كمان عايز اشوف، يعني حسيت انه تمام الراجل ده عايز اشوف لما يمثل تمثيله حلو ولا وحش، لان انا ضد فكره ان انا احكم من الاول عشان هو تيك توكر اقول تمثيله هيبقى وحش. يمكن يفاجئنا ويطلع ممثل شاطر، بس عيب بقى الدعايه دي انها بتحسسني انا بشكل شخصي، يعني معرفش ده رايكم كلكم ولا لا، ان بما ان انت مركز على ده، يعني انت جبت تامر الجيار وقلت ده النجم، هو في الاخر غالبا هيطلع مشهد او مشهدين في المسلسل كله. لو دي النقطه اللي انت بتبيع بيها او بتسوق بيها، ده يشككني او يخوفني ان انت ما عندكش حاجه تانية حلوه في المسلسل تبيع بيها. وانت لو كان عندك مثلا دراما معينه او مشهد كوميدي جدا ده اللي انت كنت هتبيع بيه. فطالما انت طلعت لي بس التيك توكر اللي هو هيثير جدل وهيخلي الناس على السوشيال ميديا عايزه تتفرج، ده بيقلق. لكن برضو ارجع اقول يمكن يبقى ده مجرد اسلوب دعايه ذكي جدا بيجيب رجلك عشان تتفرج، ولما تخش تتفرج تلاقي جوه في حاجات اعلى بكتير من تامر الجيار. من افضل الحاجات بالنسبه لي في المسلسل كله هيبقى 10 حلقات، يعني هينزل على يانجو بلاي وهينزل على التلفزيون 5 حلقات في اسبوع و5 حلقات في اسبوع تاني عشان يخلص قبل رمضان. فعموما انا بقيت بحب المسلسلات اللي هي 8 حلقات 10 حلقات، بيبقى بشكل كبير الريتم بتاعها مشدود ومفيش مساحه للمط. لو انت عندك اكشن هتعمله بسرعه، لو عندك افيهات هترميها بسرعه، مش هنقعد بقى نمط في لاين مثلا الحب ما بين جيهان الشماشيرجي وعصام عمر. ده اللي انا متوقعه، بس هل ده اللي هيحصل ولا لا؟ لان في مسلسلات يعني مثلا ورد وشوكولاته هو ما كانش مسلسل كبير، بس في اخر حلقتين حسيت كان في سنه مط شويه. من اكتر المزايا اللي مطمئنه بالنسبه لي في المسلسل انه انتاج يانجو بلاي. ده مش عشان يانجو بلاي يعني هم عكوا قبل كده في مسلسل برستيج، بس كان اخر مسلسل ليهم ورد وشوكولاته كانوا شغالين عليه بمزاج، فاتمنى المسلسل ده كمان يبقى كده. ومن الحاجات اللي عجبتني جدا من اعلان المسلسل ان المسلسل مصري مش ايجيبتاوي. يعني انا بشوف اماكن شعبيه، بشوف بطل شعبي، بشوف ازمات بين ناس مصريين عاديين. يعني حتى جيهان الشماشيرجي اللي المفروض ان هي طالعه من ايجيبت وغنيه، برضو انا قادر افهم ايه مبرر وجودها في الاحداث. فهو دي المفروض حاجه ما اتكلمش عنها، بس مؤخرا اغلب الحاجات بقت ايجيبت لايك كده، فلما بلاقي حاجه مصري دي بالنسبه لي حاجه لطيفه. يمكن بس لو هقول في مشكله في المسلسل هي مش في المسلسل نفسه، يعني هو توقيت نزول المسلسل. مش قادر افهم انتوا ليه حاشرينه قبل رمضان كده. يعني انا حاسس ان ده ممكن يظلم المسلسل لو مسلسل حلو، لان اساسا في الفتره اللي هو ينزل فيها ده قبل رمضان بشهر، يعني اعلانات المسلسلات بتاعت رمضان هتبتدي تنزل، فغالبا ده هيخلي ناس كتير مش عارفه تشوف
هيشوفه او لو هو كويس هيتظلم. طبعا انا كنت بقول ان توقيت المسلسل ممكن يظلمه، بس من وجهة نظري الشخصية يا ريت كل المسلسلات تعمل زي مسلسل بطل العالم وتنزل قبل رمضان، يعني مش لازم نحشر كتير في رمضان عشان ده شهر صيام وعبادة يعني، ونكتفي بمسلسل مسلسلين الناس تتفرج عليهم وهما بيتسحروا. الممثل بحسه ممثل شاطر لما بيحاول يشتغل على نفسه ويغير من نفسه. عصام عمر بصراحة بحس ان هو بيحاول يغير كتير جدا من نفسه، يعني هنا دوره مختلف عن سيكو سيكو، هتلاقيه مختلف عن نص الشعب اسمه محمد، يعني مختلف عن اغلب الحاجات اللي هو عملها. فحتى لو ما نجحش في ده النجاح الكبير اللي هو نجحه مثلا في سيكو سيكو، بالنسبة لي انت ممثل بتشتغل على نفسك، بتغير من اعمالك، عايز تغير جلدك او تجدد من نفسك، دي نقطة تحسب لك. طبعا اكيد النجاح مش هيبقى في كل واحد، يعني مش هتنجح في كل الشخصيات بنفس المستوى، بس التجديد ده في حد ذاته معناه انك ممثل او بتحاول تستعرض موهبتك التمثيليه، فدي حاجه حلوه. اما بالنسبه للتيك توكر تامر الجيار، انا مش بحب ضد فكره ان الواحد احكم عليه لمجرد انه تيك توكر. في الاخر انا داخل اتفرج على المسلسل، لو بشوف اي ممثل كانه وجه جديد، يا بيمثل حلو يا ما بيمثلش حلو، فمش مع فكره ان انا احكم ان فلان ده بيعرفش يمثل لمجرد ان هو تيك توكر. لان بالمناسبه يعني في ناس بيتقال عليهم ممثلين وما بيعرفوش يمثلوا، فممكن تحصل المعجزه الاقي حد انا ما كنتش شايف فيه الموهبه دي على التيك توك، بس يطلع مع مخرج كويس، مع سكريبت كويس، مع كرو كويس، يطلعوا منه حاجه كويسه. ده هيبان لما المسلسل ينزل. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه، ايه اكتر دور بتحبه لعصام عمر؟ يمكن هو الادوار بتاعته مش كتير لان هو ما بقالوش كتير يعني طالع بياخد بطوله او نجم، بس طبعا انا عارف ان اغلبكم هيكتبوا دوره في فيلم سيكو سيكو، يعني خلونا نشوف ده اللي هيتكتب ولا هتكتبوا حاجات تانية، ابهرونا بقى في التعليقات. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده، هترجع في القناه هتلاقي سلسله ملخصات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، او تريلرز لحاجات لسه هتنزل، وفي سلسله هبديه هزليه في حب الفنانه الفلانيه، غير سلسله 10 افلام مسلسلات مسرحيات. يعني اجازه معاك وقت وجهد وباقه ونقب، اخد لك لفه وقول لنا رايك. لو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي مش عاجبك، عندك اقتراح فكره اي حاجه اكتبها لنا في التعليقات. وكالعاده بنختم بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غورو.